أحب أعرفكم على بطلنا المرة دي شندو، واللي عنده 19 سنة. بطلنا عضو في فرقة موسيقية لسه مبتدئة واسمها باد لك، يعني الحظ السيء. وحلم حياته هو إنه يوصل للعالمية ويبقى مشهور ويوصل صوته للعالم. واللي عمال يزعق لهم هناك ده هو مدير أعمال الفرقة، وده هيرو العضو التاني في فرقة باد لك. مدير أعمال الفرقة بيطلب من شندو إنه يكتب أغنية علشان يعرضها على شركة منتجة، ولو رئيس الشركة حب الأغنية دي هيخليهم يغنوها لايف في واحدة من الحفلات المهمة، ودي بتكون فرصة ممتازة جدا علشان يبدأوا مسيرتهم الفنية. بس شندو ما بيكونش عنده الإلهام الكفاية علشان يكتب كلمات كويسة للأغنية، وصديقه هيرو بيقوله إنه لازم يتعرف على واحدة ويحبها لأنها ممكن ترجع له الإلهام تاني، وساعتها بس هيعرف يكتب كلمات حب للأغنية بتاعتهم. بس شندو أصلا ما عندوش وقت يحب ويرتبط، لأن الفرقة هي كل حاجة في حياته ومش عايز يعمل أي حاجة تانية في الدنيا. بيكون شندو مروح البيت بالليل وهو حاسس إنه ضايع خالص وما عندوش شغف لأي حاجة نهائي، حتى كلمات الأغنية مش عارف يكتبها كويس، والورقة بتطير منه وشندو بيجري على طول علشان يلحقها. بس بيظهر قدامه راجل غريب وبيكون عمال يقرأ الكلمات اللي كاتبها شندو، وبكل بجاحة بيقول له الراجل الغريب ده إنه جاهل وما بيعرفش يكتب أصلا، وموهبته في الكتابة هي صفر، وإن دي أبشع أغنية قرأها في حياته. وشندو بيتصدم جدا من ردة الفعل العنيفة دي، ولما مدير أعمال الفرقة بيعرف إن الأغنية لسه مش كاملة بيزعق لشندو جامد، وبيقرر إنه ينتحر من الدور الأرضي لأنه فشل كمدير أعمال خلاص. وهنا بيبدأ شندو يحكي لهم عن الراجل الغريب قليل الذوق اللي أحبطه امبارح، وشندو بيقول إنه عايز يقابله تاني علشان يخليه يعتذر له. بس هو مين ده أصلا اللي مضايق شندو قوي كده؟ محدش عارف، وأصحابه بيقولوا له سيبك منه وركز في الموسيقى بتاعتك أهم. وشندو بيكون مش قادر يعمل كده، والراجل الغريب ده شادد تفكيره بسبب وقحته وقلة أدبه. وفجأة شندو بيلمح حد في العربية وبيجري على طول علشان يحاول يوقف العربية دي بسرعة. المجنون ده كان هيموت نفسه بتهوره ده. فهمت، هو ده نفس الشخص اللي اتكلم مع شندو امبارح، علشان كده شندو عمل الحركة المجنونة دي، وبياخده معاه البيت علشان يتأكد انه سليم وما حصلوش حاجة. لكنه بيكون وقح جدا للمرة التانية وقليل الذوق برضه. وشندو على طول بيسأله انت ليه بتعاملني كده وانت اصلا ما تعرفنيش؟ ولكن الراجل بيقوله انه مش فاكر هو عمل له ايه اصلا. ده كمان بيقوله انه لو عايز ينتحر هو حر، بس اهم حاجة ما يجيش جنب عربيته. وشندو على طول بيفكره بالكلام اللي قاله له امبارح، وبيقوله ان الكلام مأثر عليه نفسيا لحد دلوقتي وانه عايز اعتذار فورا. لكن الراجل ده بيقوله انه ما كذبش اصلا، وانه قال له الحقيقة، وانه شايف ان شندو فعلا ما عندوش موهبة ولازم يبطل يكتب اغاني اصلا. بيكون في فرقة موسيقية مشهورة في الوقت ده واسمهم آسك، والدنيا بتكون مقلوبة عليهم وليهم فانز كتيرة جدا. وفي الانترفيو بتاعهم بيقولوا انهم افضل فرقة موجودة في اليابان كلها، والفضل يعود لرئيس شركة الانتاج اللي عنده خطة تسويقية جامدة جدا. وبيتكلموا عن فرقة باد لك اللي هتغني في افتتاحية الحفلة الكبيرة بتاعتهم، وبيقولوا فرقة آسك انهم بيحبوا يساعدوا الفرق المبتدئة، علشان كده هيسمحوا لباد لك إنهم يغنوا أغنية الافتتاحية. ولما بيخلص الانترفيو بتاع آسك بيكون مدير أعمال فرقة باد لك المفروض يسلم الأغنية لرئيس الشركة المنتجة علشان ياخدوا الموافقة منه، ولكن للأسف بيتم رفضهم لأنهم ما سلموش حاجة أصلا. وهنا بيجي شندو يكسر الحيطة بتاعة رئيس شركة الإنتاج، وبيكون معاه الأغنية جاهزة للتسليم، والرئيس بيكون مبسوط جدا بأنهم سلموا الأغنية، بس أكيد هيصلحوا الحيطة على حسابهم. وبيبدأ شندو يحكي الهيرو على اللي حصل تاني مع الراجل الغريب ده، وإنه بقى متضايق منه أكتر من الأول. وهيرو بيسأله عن اسم الشخص اللي هو شاغل باله بيه ده، وشندو ما بيكونش عارف أصلا هو اسمه إيه. وفجأة بيظهر الشخص قليل الذوق ده على التلفزيون، وبيكون كاتب روايات مشهور جدا ومعاه جوائز كتيرة قوي، واسمه يوكي. وهيرو بيقوله إنه أكيد قليل الذوق معاك لأنه كاتب وناقد في نفس الوقت، فما تشغلش بالك، دي مجرد أغنية مش رواية طويلة ولا حاجة، ومش لازم تكون بيرفكت. وشندو بيجري على طول على بيت يوكي علشان يتحداه يجي العرض بتاع فرقة آسك ويشوف فرقته وهي بتغني في الافتتاحية علشان يحكم على الأغنية بعد ما خلصت. وهنا بتطلع من بيته واحدة ست وبتسأل يوكي هو مين ده، ويوكي بيقول لها إنهم صحاب وإنه خلاص ما بقاش عايزها في حياته وياريت ما تجيش بيته تاني. والست بتشتمه وبتمشي وهي متعصبة جدا، وشندو بيقوله إنه فعلا ما عندوش إحساس وبيكسر قلوب البنات من دون رحمة. يوكي بيرد عليه وبيقوله ياريت ما اشوفكش هنا تاني، والحفلة بتاعتك المقرفة دي
أنا مش هحضرها، أنت كده كده أصلا فاشل في كتابة أغانيك. وشيندو بجد تعب من الكلام المحبط والبذيء اللي هو بيسمعه من يوكي ده. واليوم اللي بعده بيبدأ شيندو وهيرو يتمرنوا علشان أغنية الافتتاحية اللي هيغنوها لحفلة أسك بكرة، بس بيجي مدير أعمالهم ويقول لهم إن كده مش كفاية ولازم يتدربوا أكتر للعرض علشان يكونوا أحسن من كده بكتير. وفجأة بتيجي فرقة أسك وتقول لهم يطلعوا بره لأنهم عايزين يتدربوا هنا، وبيكونوا وقحين جدا مع باد لك وبيقولوا لهم إنهم ملهمش لازمة ومحدش جاي علشان يسمعهم أصلا. وفجأة بتدخل واحدة مجنونة بعربيتها وتقتحم المكان، وبتكون نفس الست اللي شيندو شافها طالعة من عند يوكي قبل كده، وبتاخده معاها بالعافية وشكلها كده مجنونة جدا. بتوديه على بار غريب وبتقوله إنها عايزة تقدم له عرض كبير هيغير حياته تماما. وهنا بيدخل عليهم رئيس الشركة المنتجة وشيندو ما بقاش فاهم أي حاجة خالص. بتقوله الست المجنونة دي إنها أخت يوكي الكبيرة ورئيس الشركة المنتجة يبقى جوزها، وبتقوله إنها عايزاه يتكلم مع يوكي علشان هو مقاطع أهله بقاله فترة كبيرة جدا، ولو أقنعه إنه يتواصل معاهم تاني هتخلي جوزها يوقع مع فرقته عقد الإنتاج ألبوم كامل، ودي فرصة كبيرة قوي وما تتعوضش. وهنا شيندو بيجري على يوكي ويقوله إنه لازم يرجع يتواصل مع أهله فورا ويحسن علاقته بيهم، بس يوكي بيكون عارف إن أخته الكبيرة هي اللي ورا الكلام ده، وبيقول لشيندو بطل تمثيل ومسكنة عليا لأني عارف إنها أكيد عرضت عليك عرض علشان تيجي تقول الكلمتين دول قدامي. وبيقوله إن هو مش غبي قوي علشان يصدق الكلام ده، وشيندو بيقوله إن الكلام ده مش صحيح وإنه بيحاول يساعده فعلا علشان يحسن علاقته بأهله لأنه ببساطة خايف عليه. بس يوكي بيقوله إنه كذاب وحقير لأن مفيش حد في الدنيا دي بيساعد حد كده مجانا وبيسيبه ويمشي. وهنا بنعرف إن شيندو فعلا رفض عرض أخت يوكي، وده خلى جوزها رئيس الشركة المنتجة مبسوط جدا إنه رفض، وبيكون متشوق قوي علشان يسمعه وهو بيغني في افتتاحية فرقة أسك بكرة. وفعلا بيجي يوم الحفلة اللي باد لك هيغنوا فيها الافتتاحية، وبيجي شخص مهم جدا في الحفلة، والشخص ده بالمناسبة شيندو بيعشقه ومعتبره قدوته في كل حاجة. الشخص ده مغني مشهور وجاي علشان يلبي طلب صديقه رئيس الشركة المنتجة ويحضر حفلة أسك، وبيكون متخفي ولابس كاب ومعاه مدير أعماله. وبتبدأ الحفلة، وأول ما الجمهور بيعرف اسم الفرقة اللي هو باد لك بيتشائموا جدا من الاسم السيء ده، وشيندو بيقول للجمهور ما تقلقوش احنا هنخليكم مبسوطين جدا النهارده. وبيبدأ العد التنازلي وشيندو المفروض يغني الأول علشان الفرقة تعزف بعده، بس هو بيكون سرحان في حاجة تانية خالص. يوكي بيكون موجود في الحفلة وشيندو بيتنح قدام الجمهور، الناس كلها بتبدأ تزعق له ويقولوا انهم عايزينه ينزل فورا او عايزين ياخدوا فلوسهم ويمشوا، وشيندو كل ده واقف ومتنح. وفجأة بيجي حد ويغني من تحت المسرح والناس كلها بتتصدم. الشخص ده اسمه ريو، وشيندو من عشاق أغانيه ومن أكبر الفانز ليه، وبيضحك لشيندو وبيقول للجمهور إنهم يدوله فرصة تانية وبيشجعه بيقول له يلا يا بطل علشان تغني. وشيندو أصلا بيكون مصدوم جدا، ولكن ثقته في نفسه بترجع بعد ما ريو المغني المشهور بيشجعه، وبيبدأوا باد لك يغنوا على المسرح، والعرض بيكون خرافي جدا والناس كلها بتكون مبهورة ومبسوطة باستثناء فرقة أسك طبعا. وبيبدأ ريو بنفسه كمان يغني مع الفرقة، وافتتاحية الحفلة بتكون جامدة جدا والفضل يعود لريو اللي أصلا جاب الصدفة. اليوم اللي بعده شيندو بيكون مبسوط جدا من اللي حصل امبارح وإن يوكي جاء وشاف كل حاجة، وبيكون رئيس شركة الإنتاج طالبهم كلهم علشان يتكلم معاهم. وبيبدأ رئيس الشركة يقول لهم إن عرضهم في الحفلة كان لا بأس به، بس علشان يدعم الفرقة بتاعتهم ويمضوا عقد مع الشركة لازم يحصل شوية تغييرات في الأول. وأول تغيير لازم يحصل هو إنه هيضيف عضو جديد للفرقة وهيكون المسؤول عن البيانو، وشيندو بيعترض بشدة على الفكرة دي. وتاني تغيير رئيس الشركة عايز يعمله هو إنه يرفض مدير أعمال باد لك ويخليه مشرف من بعيد فقط لأنه شايف إنه مدير أعمال فاشل. وشيندو بيكون متضايق جدا من كلام رئيس الشركة وبيفكر إنهم يدوروا على شركة تانية وخلاص. وهيرو بيتضايق جدا من تصرفات شيندو الطفولية دي وبيقوله إن دي فرصة العمر، وإن التغيرات اللي رئيس الشركة عايز يعملها ممكن تكون للأحسن فعلا. وشيندو بيضرب هيرو قلم وبيقوله إن الفرقة دي عملوها من وهم صغيرين ومحدش يقدر يفرض عليهم أي حاجة بالعافية، ولازم هيرو يفوق ويبطل تفكير في النجومية والشهرة. وبيطلع من الشركة وهو متضايق جدا من التحكمات اللي مفروضة عليه دي، وفجأة بيخبط في ولد صغير عند باب الشركة، والولد بيسلم عليه وبيقوله إنه مستعجل ولازم يدخل الشركة بسرعة لأنه العضو الجديد في فرقة باد لك.
وبيبدأ شيندو يحكي ليوكي ويقول له كل اللي حصل، وبيقول له قد ايه هو متضايق من رئيس الشركة ونفسه يروح مع شركة تانية تقدرهم وتقبلهم من غير اي تغيرات. وبيبدأ يوكي يتضايق جدا من كتر الكلام بتاع شيندو وبيقول له انه مزعج وبيطرده بره البيت. واليوم اللي بعده شيندو بيروح اول تدريب ليه مع الولد الجديد، والولد بيقول انه غير اللحن بتاع الاغنية اللي كتبها لانها كانت سيئة جدا. وشيندو بيتضايق جدا من الحركة دي لكنه بيضطر يسمع. ولما الولد بيبدأ يعزف اللحن الجديد كل اللي في الشركة بيدخلوا الاستوديو وبينبهروا جدا من جمال عزف الولد. وبيسأل شيندو على رأيه ولكن شيندو مش بيرد عليه وبيطلع من الأوضة على طول من دون ما يقول أي حاجة. وبيروح يعيط في الحديقة وبيعرف إن كلام يوكي صح لما قال له أنت تافه ومزعج وفي مليون واحد غيرك وأصغر منك موهوب أكتر منك. وهنا شيندو بيسمع صوت يوكي وبيلاقيه قدامه فعلا. يوكي المتكبر بنفسه جاء علشان يدور على شيندو وبينصحه بيقوله إنه لو سمع كلام رئيس شركة الإنتاج مش هيخسر أبدا لأن الراجل ده من أشطر الناس في مجاله. وشيندو أصلا مستغرب إن يوكي بينصحه وبيفكر فيه وبيحاول يساعده. بيني وبينكم كده هيرو راح ليوكي وقال له يبطل قلة ذوق مع شيندو علشان لو جه في يوم من الأيام وشيندو اتجرح بجد من يوكي هيرو مش هيرحمه أبدا. هيرو فعلا صديق مخلص جدا لشيندو. وبكده يوكي قبل عرض رئيس الشركة وباد لك بقت مكونة من 3 أفراد مش 2. وبعدها شيندو المجنون بيقرر إنه عايز يقعد مع يوكي في بيته وبيجيب حاجته كلها وبيكون متحمس قوي علشان يقعد مع يوكي. ولكن طبعا يوكي بيطرده من البيت وبيقوله بلاش هبل يا بابا مستحيل أخليك تبات هنا، أنا أصلا مشغول في كتابة روايتي الجديدة. بس بعد زن طويل من شيندو يوكي بيضطر يوافق علشان الصداع اللي شيندو بيعمله وبيقول له أسبوع واحد بس بعد كده ما اشوفش وشك تاني هنا. وبيكون شيندو مبسوط جدا لما بيشوف يوكي وهو مركز في كتابه الجديد. وبيني وبينكم كده يوكي كمان بيكون مبسوط انه اخيرا بقى ليه صديق يطلعه من مود الكآبة اللي هو فيه ده. وشيندو بيكون فرحان جدا ومتحمس قوي وموده متظبط وجاهز للتدريب. وفجأة بيدخل عليهم راجل ومعاه مسدس وبيطلب منهم انهم ييجوا معاه بهدوء من غير عناد. وبيعرف نفسه كمدير اعمالهم الجديد وهو حد مميز قوي في شغله ومن افضل مديرين الاعمال. وبتكون اول مهمة ليهم كفرقة هي حاجة ملهاش علاقة بالموسيقى والفن اصلا. مدير اعمالهم شايف انهم يبدأوا من الصفر في برنامج بث مباشر للاسئلة العامة زي من سيربح المليون كده. وفعلا الجايزة هي $1,000,000. وبكده الفرقة هتظهر لأول مرة على التلفزيون. وهم في الطريق للاستوديو أعضاء فرقة أسك بيكون عندهم بث مباشر غنائي وبيحاولوا يستهزئوا ببرنامج الأسئلة اللي هتطلع فيها فرقة باد لك. وشيندو بيقول لهم إنهم كمان شوية هيقدروا يوصلوا لمكان أعلى منهم بكتير. ورئيس فرقة أسك بيجي ويقول للأعضاء بلاش تتكلموا مع الناس الزبالة دي ويلا بينا نشوف اللي ورانا. وبيبدأ برنامج الأسئلة بث مباشر على التلفزيون. وشيندو المجنون بيطلب طلب غريب جدا من المذيع وهو إن فرقته لو فازت هيتنازلوا عن $1,000,000 بشرط إنهم يقدموا أغنية لايف على التلفزيون. والناس اللي في الكنترول بيوافقوا على طول لأنهم هيوفروا $1,000,000 طبعا. وفرقة باد لك هتغني لايف في التلفزيون. خطة جميلة قوي يا شيندو. بس شيندو أصلا ما بيعرفش حاجة خالص عن المعلومات العامة وشكلهم كده هيروحوا في داهية. علشان كده هيرو هو اللي هيجاوب على المعلومات العامة وفعلا الفرقة بتوصل للنهائيات. وبيجي السؤال الأخير اللي هو لازم شيندو يجاوب عليه بنفسه ولازم يجري على التريد ميل بسرعة علشان يجاوب على السؤال. وآخر سؤال بيكون هو أذكر اسم كاتب الروايات المشهور اللي عنده شعر أصفر. أكيد طبعا شيندو عارف هو مين. الإجابة هي يوكي. وفعلا فرقة باد لك بتفوز في البرنامج وبيكونوا مبسوطين جدا. ودلوقتي كمان هيغنوا للجمهور وكل اليابان هتشوفهم وتسمعهم. كل ده بفضل خطة شيندو وإصراره على الفوز. وهنا رئيس فرقة أسك بيتجنن جدا من النجاح الرهيب بتاع باد لك وشكله كده ناوي على الشر. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في قناة أنيموجي بالعربي وتفعل زر الجرس علشان الجزء التاني من أنمي جرافيتيشن ما يفوتكش. أشوفكم قريب. Let me down.